اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا رب. عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض كبده شرايح. هنعملها بتتبيله جميله جدا، هتقليها هتبقى جميله حلوه وخفيفه من غير زيت كتير. احنا اي نعم هنقليها في الزيت بس من غير زيت كتير. متفقين. هنجيب الكبده بتاعتنا اهي، كلها متقطعه شرايح ازاي، شرايح اهي. تمام. احنا غسلينها طبعا ونقعينها في ميه وملح وليمون لمده 10 دقايق قبل ما نتبلها. تعالوا بقى اما نشمر كده ونشوف التتبيله بتاعتنا دي عباره عن ايه. دي كزبره، تمام، كزبره ناشفه. الكزبره دي جميله جدا جدا جدا. وده كركم وبهارات، ده السبع بهارات. نحط واحدة مرقة كمان، طبعا المرقة فيها جميع البهارات وبتدي طعم جميل جدا على الأكل أيا كان بقى وظيفة الأكل بتاعتنا. ومعانا ليمونة. الليمون بقى ايه؟ عايز مكرونة؟ حاضر. نعصر الليمونة كده، الليمونة كاملة. خل. واقول لكم بقى ايه على السر اللي يخلي الكبده بتاعتك عمرها ما تبقى زفره. ده توم، طبعا التوم بتاعنا ده. حاضر. نحط معلقه توم حلوه كده محترمه عشان تخلي ريحه الكبده بتاعتنا حلوه. وشويه لبن. اللبن بقى بصوا هيجيب من الاخر مع الكبده. هنقلب بقى كل ده كده على بعضه ونسيب بقى التتبيله الجميله بتاعتنا دي كده. خلاص اهو، نسيبها بقى دي ساعتين 3 براحتها خالص عما نعمل المكرونه. تعالوا بقى كده، احنا معانا طماطم بتتسبك. تعالوا. طبعا الطماطم بتاعتنا احنا مبهرينها وعاملين فيها كل حاجه. شويه مكرونه كده حلوين، انا سلقاهم علشان المكرونه كانوا نوعين من المكرونه. تمام. خلاص اهي. ونحمر بقى الكبده بتاعتنا بالرده، نتبلها في الرده ونحمرها كده. معانا بقى ايه؟ احلى حبه مكرونه. نقطع عليهم خالص ونسيبهم يترددوا. كده ايه؟ دي المكرونه بتاعتنا والكبده بتاعتنا اهي. طبعا الكبده بتاعتنا من غير اي حاجه، رده عاديه خالص لان الكبده بتاعتنا متبهره. هنحط بس على شويه حبه فلفل اسمر بس على الرد و7 بهارات. تمام. نقلب بقى كل ده كده ببعضه. حاضر. وشفتوا الضيف اللي معانا ده؟ قول لهم يلا نعمل حاجه. ونجيب الكبده بتاعتنا كده. ايوه جد. ونحمرها طبعا الزيت بتاعنا شو اقل حبه زيت في الطاسه. وهنحمر بقى ايه؟ نحط في السكر زي ما مودي بيقول لكم. ايه يا لولي؟ هنا في ايه هنا؟ كده بقى الشكل النهائي للكبده بتاعتنا. شفتوا الكبده بتاعتنا وجمالها؟ ولا شاربه زيت ولا اي حاجه خالص، ناشفه خالص من الزيت ومفيش فيها اي حاجه، كلها اهي. لما بتتقلى بقى بتكش كده ببعضها. سبحان الله. تبلتها من جوه. عايزه؟ خد. انا عايز حته كبده. وهو ده شكل اكلنا النهائي مع الطحينه. تحب الطحينه والشيبسي؟ تعالي. وايه رايكم بقى في اكلنا النهارده؟ احلى لايك واشتراك من احلى جمهور في الدنيا كلها. بشكر متابعيني من داخل مصر ومن خارج مصر، واقول لكم اشوفوا الشكر على خير ان شاء الله. وما تحرمش من كل المشتركين اللي دخلوا عندي جداد في القناه. وبقول لكم شكرا على التعليقات الجميله، واتمنى من الله تشاهدوا الفيديو للاخر بالله عليكم، لان الفيديوهات وقعت جدا. فانا بتمنى من الله ان انتوا تشاهدوا الفيديوهات للاخر.
حياتي، ما انتش عايزة